طول عمرنا شايفين إن البشر بيتقسموا لنوعين، واحد فيهم طول عمره بيصحى على صوت المنبه عشان رايح الشغل، واحد تاني بيصحى على صوت أرباحه وهي بتكبر. طب ليه في موظف بيقبض آخر الشهر عشان يسد الفواتير، ورجل أعمال بيقبض بس وهو قاعد على البحر بيشرب قهوته؟ واللي يصدمك أكتر إنك هتلاقي واحد بيبيع منتجه اللي هو نص كم ويكسر الدنيا، واحد تاني عنده أفضل منتج في السوق ومش عارف أصلا يبيع منه حاجة. النهارده هندردش مع بعضنا في الفرق الحقيقي بين الموظف ورجل الأعمال، وإزاي حتى لو منتجك تعبان ممكن تبيعه. ركز معايا لأن الكلمتين اللي هيتقالوا في آخر الفيديو ده ممكن يغيروا حياتك. أنا أحمد أبو زينة ودي قناة المش منطقي. يلا بينا كوباية شاي وحصلني. تخيل كده يا صديقي في اتنين شغالين بس الفرق اللي بينهم كبير جدا. الأول موظف بيروح الشغل في ميعاده، بيخلص اللي عليه ويستنى الترقية أو العلاوة أو الشكر من المدير. بس في حاجة واحدة بس مش هتتغير أبدا، السقف. يعني مهما تعبت في الآخر مرتبك معروف، طموحك مربوط بسقف معين، وحلمك مربوط بكارت حضور وانصراف. أما التاني فده رجل أعمال ممكن يبدأ من أوضة، من جراج، من كشك صغير، بس دماغه شغالة طول الوقت. بياخد قرار، بيغامر، بيغلط، بس بيتعلم وفي الآخر بيكسب. طب مين فيهم اللي بيكسب أكتر بالأرقام بقى؟ في إحصائيات في تقارير عالمية بتقول إن أكتر من 85% من الناس في العالم شغالين كموظفين، بس ال 15% التانيين دول بقى هم أصحاب المشاريع، هم اللي ماسكين أكتر من نص فلوس العالم كله. أنت متخيل؟ يعني اللي شغالين لحسابهم هم اللي بيتحكموا في السوق. طب يا ترى إيه اللي بيخلي واحد منهم يوصل والتاني يفضل في مكانه؟ هي العقلية. الراجل الناجح ده مش عبقري، بس بيفكر بطريقة تانية. ما بيخافش يبدأ، ما بيستناش الفرصة تيجي، هو اللي بيخلقها بإيده. يعني واحد مثلا زي بيل جيتس، ده ساب الجامعة وبدأ في شغل من جراج صغير وبقى من أغنى أغنياء العالم. ثروته النهاردة أكتر من 100 مليار دولار. واحد تاني زي جاك ما، مرفوض من 30 وظيفة، حتى كنتاكي رفضوه، بس قرر يعمل موقع اسمه علي بابا، وده دلوقتي أكبر موقع لمبيعات الإنترنت في العالم كله. بيخدم حاليا أكتر من 79 مليون عضو من أكتر من 240 بلد وإقليم. وعندك ري كروك، كان بيبيع ماكينات ميلك تشيك، شاف فكرة مطعم صغير اسمه ماكدونالدز، شارك فيه وطوره وخلاه سلسلة بتدخل مليارات، وتم إدراجه في مجلة تايم ضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين. طب لو عندك فكرة أو منتج بس تعبان تعمل إيه؟ تبيع. أيوة تبيع، بس بعقلك. في دراسات من هارفارد بتقول الناس بتشتري بالمشاعر مش بالمنطق بنسبة 70%. يعني لو عرفت توصل للناس تحسسهم ان المنتج ده هيساعدهم، هيغير حياتهم، حتى لو هو بسيط جدا هيشتروه منك. يعني مثلا مفيش حد بيشتري فرشة سنان علشان فيها شعيرات ناعمة، هو بيشتريها علشان شكله قدام الناس ونفسه ما يكونش وحش. الناس بتشتري علشان تتخلص من ألم، مش عشان تزيد رفاهية. وغالبية الناس بتحب القصص. قول لهم ازاي بدأت، قول لهم كنت فين وبقيت فين، قول لهم المنتج ده جه منين. لأن 75% من الناس بيشتروا من شركات عندها قصة أو هدف. يعني مش لازم تكون أحسن منتج، بس لازم تكون أكتر واحد قريب من الناس. بص يا صديقي، لو فضلت مستني التوقيت الصح يبقى مش هتبدأ، ولو فضلت خايف من الغلط يبقى هتفضل بتتفرج. اللي كسر الدنيا بدأ وغامر وخسر، رجع تاني للصفر بس مكمل. احنا كده وصلنا لنهاية سلسلة من صفر لمليون، بس الحقيقة دي مش نهاية، دي بداية. بداية حقيقية لعقلك، انك تفكر وتقول انا مش لازم اكون ترس صغير في مكنه ناس تانية، انا ممكن ابني المكنه كلها. لو نفسك تبدا يبقى يا ريت تبدا النهارده، حتى لو معاك فكره تعبانه، حتى لو مفيش غير 100 جنيه في جيبك، بس ابدا. وما تنساش المليون بيبدا من جنيه واحد. بس الفرق الحقيقي مين اللي قرر انه يغامر ومين اللي قرر يريح دماغه. وبس كده يا سيدي، يا ريت بقى تدعمنا بلايك وتعمل شير علشان غيرك يستفيد، واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اوعى تنسى تنزل تبص تحت على المصادر. سلام.